اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ صباحكم مشرق بنور الله، صباح السعادة والهنا على عيونكم. يلا بينا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوفوا بقى وصفتنا الجامدة جدا. بجد بجد كانت ورقة لحمة خطيرة. لو لسه ما جربتيش الطريقة دي فايتك كتير قوي. هنا بقى جبت القارب وجبت ورق فويل كده وعليه ورقة زبدة، 3 ورقات كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. كنت مقطعة البصل كده، كمية بصلتين كبار. طبعا انا بعشق ورقة اللحمة فيها بصل كتير. قطعت بقى البصل كده جليان بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي، وحطيت بقى التوابل بتاعتي: معلقة من الفلفل، معلقة من الملح، معلقة من توابل اللحمة، معلقه جوز الطيب، ومعلقه بابريكا، وتوم باودر، وبصل باودر. وهنا بقى ايه، معلقه معلقه توم مفروم. هدخل بقى الحاجات دي كلها مع بعضها، البصل بقى مع التوابل. قلبي كويس جدا كده. بصوا، خلوا التوابل كده تشرب من البصله كده. ودي بقى كانت عندي حته ليا حته ليا في الفريزر، طلعتها وبشرتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، ونزلت عليها دلوقتي على التوابل وعلى البصل. ودلوقتي بقى الخضار، كان عندي جزرتين، بشرت جزرتين كده. وطبعا فلفل بقى ايه زي ما تحبي، كان عندي فلفل الوان قطعت برضو. وطبعا قرون الشطة دي طبعا عشان انا بحب ورقة اللحمة كده موحوحة، تبقى بصوا حراقة سبايسي كده، بتبقى خطيرة. وطبعا عود كده من الخضرة بتنقل ورقة اللحمة في حتة تانية خالص. عندك بقدونس حطي، عندك خضرة هنا حطي، بقى عندك ضفت شبت حطي، البطاطس علشان الموجود تشرب من عندك التتبيلة حطيه كده وايه مع بعضها. قلبتها كويس جدا وركنتها على جنب. هنا بقى جبت طاسة نزلت فيها بحتة من السمنة، وهنزل دلوقتي بنص كيلو اللحمة. بصوا الطريقة دي خطيرة في ورقة اللحمة، جربيها بجد مش هتندمي. بصوا فظيعة. طبعا ضفت بقى اللحمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا هضيف دلوقتي بقى معلقة من الفلفل كده، رشة من الفلفل ورشة من الملح. ايه، انا بديها صدمة، مش هشوح يعني ايه، مش هسيب اللحمة كتير على النار. ومعلقة 7 بهارات كده على اللحمة. بصوا شقلبي قلبي بقى. بصوا يعني ايه، قلبتها على الجنب ده وبعد كده على الجنب ده. وهنا بقى ورقة البطاطس. بصوا بقى هضيف ايه. طبعا انا شلت نص البطاطس والحاجات دي، شلت نصها ركنته على جنب. وهضيف اللحمة وبعد كده هرجع احط الطبقة التانية. بضيف كده اللحمة كده في القارب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بتديها صدمة كده على النار، بتبقى خطيرة. وهنا بقى نزلت باقي الخضار اللي كان موجود معايا بالشكل ده. هضيف دلوقتي بقى من فوق كده طماطمية طرنشات بتنقلها برضو في حتة تانية. وهضيف برضو قرن شطة سبايسي. بصوا انا قلتلكوا هخليها بصوا عايزاها سبايسي سبايسي يعني. ورقتين بقى من ورق الروري كده، ورق الغار، شوفوا انتوا بتقولوا عليه ايه. وهنا بقى ضفت ورقة زبدة وهقفل عليها كويس جدا. بصوا قفلت عليها كويس قوي علشان مش عايزة اللي هو يطولها مية من جوه. وهنا بقى جبت القارب. طبعا هقولك دلوقتي على سر القارب، زي ما انتي زي موجود معاكي هتطلعيه برضو مش هيغير لون خالص معاكي. اللي هتحطي معلقة خل كده في كل جنب وعليه المية السخنة. طبعا مهما تغلي المية السخنة في القارب مش هيغير لون خالص. انتي طبعا اما بتحطيش خل المية بتغير لون، بتخلي الألمونيا لونها ايه، بيتغير كده. وهنا بقى اول ما بتحطي الخل مع المية بيبقى عازل كده، ما بيخليش اللهم صلي على محمد القارب ياخد لون خالص. جربي الطريقة دي مش هتندمي. وهنا بقى دخلتها. طبعا ورقة اللحمة بتاخد من 2.5 ل3 ساعات. سبتها بقى ايه براحتها خالص. بصوا ريحتها بجد واقسم بالله كانت قلبة الدنيا، كانت خطيرة، كان طعمها تحفة تحفة تحفة. يا رب هنا تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تعملوا اللايك والشير وتفعلوا الجرس وتصلوا على النبي في الكومنتات وتقولوا لي بتتابعوني منين يا حبايب القلب عشان ينزل لكم كل جديد من فيديوهاتي. شايفين الجمال؟ عدى الكلام بجد. كانت ريحتها فظيعه، ولا طعمها، ولا اللحمه. بصوا دايبه دوب كده، بصوا مستويه. مش عايزه اقول لكم بجد، عايزاكم انتوا اللي تشموا. يا ريت لو انتوا مكاني وكنتوا شامين الريحه. بألف هنا وشفا.